يا الله صباح الله خير. صباح الخير جميعا. انا صحيت على مسج لقيت واحد كاتب لي غريبه مو تريق اليوم مطعم. تعال تعال ابيك الموضوع. انا عاوز بلاي ستيشن. خذ دراعات بلاي ستيشن. اول شيء خبزه. هذا التاتش اللي انا ابيه، لا هي حيل كريسبي ولا هي حيل لينه. زيت زيتون. حط الفطر بصوتين كذي على عدار ونخليهم يتحركون لمدة 3 دقايق. طارت باستا، حطها رشة، سكر، حرك، خلها تطبخ على طول. نحط لها شوية ماي، رش عليه خليه يتحرك يا الراحة. ملح وفلفل اسود، تحريك، وتخليها تطبخ مع الراحة لمدة. نسوي البيض، بيضتين، ملح وفلفل اسود، ونعطيهم على الراحة نخلط. عقب ما خلطنا المكونات نحط البيض عشان يطلع قوامه صح. قبشة جبن كريمي، كريمة حامضة، جبن كريمي اي نوع تبونه عادي ما يضر، ومعاها شوية شبت، ونخلطهم مع بعض. المكونات نحطهم بالكيس ونضغطهم بالزاوية بالطريقة هذه. تقريبا 3 مكعبات زبدة. عامة الأومليت تحتاج زبدة وايد عشان تضبط وياك وتطبخ أو تستوي عدل. ملاحظة مهمة، الأومليت ما تحتاج نار قوية عشان تستوي على الراحة. تسوي كذي تصبها كلها وتخليها تنطبخ على الراحة. بلش القوام تماسك، الحين نضيف الجبن بالطريقة هذه على الراحة، وتوزع الجبن على الراحة كامل. طبعا الخطوة الصعبة الحين، تقلب، تحاول تقلب المكونات مع بعض. هذا جدا أهم خطوة بالبيت. نعطيها دقيقتين تستوي وراح تطلع معاك بالشكل هذا. أنا أحب أحط بلسمك فينيجر شوي تتش موضة على الأكل. آخر شيء زيناه بريحان مع بطاطا شيبس مالح، تقدر تزينه بأي شيء تبيه، وهذا شيء راجع لك واختياري.